السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعدكم الله بذكره وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، عدنا إليكم بفيديو جديد وقضية جديدة ونثرة جديدة من أحد المتمشيخين في دولة الكويت الذي أساء لإخواننا في أرض العزة والكرامة، أرض الجهاد والثبات، أرض التضحية والصمود في غزة. استمعوا لهذا الفيديو ثم نعود التعليق عليه. شاهدونا. وقد سلمك الله من الشرك، والصحابة كان لهم دور في بلغوا الدين. شو ما تحبهم؟ كيف لا تحب من دافع عن دين الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حفظ القرآن، من حفظ السنن، من بلغها، من جاهد في سبيل الله، من يحبهم الله، من نصرهم الله. كيف؟ ذاك بعض الناس الآن يقول لك يدخل في حرب عدد فئة من الناس محارب له دولة عظمى، يقول لك الصحابة كانوا 300 واحد واجهوا 900 واحد، ينظر لها فقط ان ايش؟ نسبة ايش؟ 300 إلى 900. ما ينظر إلى ما كان عند الصحابة من إيمان وتوحيد وثبات. يعني يرى فقط، ينظر إلى الكم دون أن ينظر إلى ايش؟ الكيف. هؤلاء الذين قال الله فيهم إن تنصروا الله ينصركم، نصروا الله، فكانوا حق بالنصر لأنهم نصروا الله عز وجل، وحدوا الله عز وجل، ما يكفرون بالله، ما يشركون، ما يستهزئون بدين الله. ما عندهم ما عند جمهور المسلمين اليوم. جمهور المسلمين اليوم عندهم من المعاصي والمخالفات والشرك والبدع وسب الله ورسوله والاستهزاء بالدين ولو بعض الأمم عذبهم الله ببعض معاصي الأمم اليوم، ببعض معاصي الأمة اليوم موجودة. ما الذي يصل اليوم ليس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الشرك إلى البدع إلى الكبائر إلى الربا إلى الزنا إلى التبرج إلى السفور إلى القطيعة إلى العقوق، اجتمعت فيهم معاصي الدنيا كلها. الصحابة رضي الله عنهم خالفوا به، فقط خالفوا في أحد، قال الغنيمة الغنيمة، هزموا، ويذكر الله هذا في كتابه يذكرهم، لأنه مخالفة واحدة. اليوم كم مخالفة عند الأمة؟ ثم يأتي بظاهر الآية كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. الفئة القليلة اللي ربنا جل ذكرها إيش كان عندهم؟ الإيمان. إيش كان عندهم من الاستقامة؟ خرجوا مع طالوت، اختبرهم. أيها الأحباب الكرام، عدنا التعليق على الفيديو، ولكن كلما نويت أن أترك العلماء والمشايخ والمتمشيخين وأن أتجنب الدخول في نقاشات أو إشكاليات من هذا النوع، يظهر لنا من أمثال هذا المتمشيخ الذي لا يفقه في دين الله شيء، يعني يسيء للإخوة الضحايا، شخص ضحية وهنجي نستهزئ فيه به. أنت السبب، أنت اللي عملت كذا. بدل ما نقول للجلاد أنت جلاد، للضحية هذا ضحية ونقف بجواره، لا، نحمل الخطأ فقط ضحية لإرضاء طرف دون الطرف، حتى نكون من ضمن علماء السلطة، علماء الريال، مثل بعض الدول الخليجية اللي معهم علماء أبو ريال، يطرحوا له أبو عقال، صرفوا له من تحت الطاولة فوق الطاولة، فيتحول من إمام الحرام إلى ممثل في هوليوود، ممثل أفلام وإعلانات، وهذا شكله يلحق، لعله أن يجد غرفة من ذهب أو يلحق له رزمة من أبو عقال. ما دخلك بالقضية الفلسطينية؟ إذا أنت لن تناصرهم اسكت، قل خيرا أو اصمت. أنا الصراحة أي شيخ يدخل في السياسة وينتقد الشعب الفلسطيني الذي هو ضحية أصلا، لن نعتبره شيخ أو طالب علم، بل سنعتبره أحد سفهاء العرب، أحد المجانين في الجزيرة، في شبه الجزيرة العربية، مجنون. إذا أنت عاجز عن نصرتهم اتركهم يا أخي، لا تتدخل فيهم.
افعل لك خطبة على الملك الفلاني، على الأمير، افعل لك خطبة على أمير الكويت، وعلى فعل الخير في الدول العربية، وعلى المساعدات التي يقدمها أمير الكويت، لعله أن يعطيك شيء، أو امدح الإمارات وما يقدمه بن زايد من دعم ضخم للدول العربية في اليمن وفي السودان وفي مصر وفي إثيوبيا وفي الصومال. تكلم عن هذه الإنجازات العظيمة الذي يغذي الحروب في جميع الدول العربية والإسلامية. تحدث لعله أن يعطيك شيء، أو تحدث عن إنجازات محمد بن سلمان، إنجازات ضخمة الصراحة، إنجازات حلوة يسجلها التاريخ بماء من ذهب. جاب من داخل أوروبا ومن داخل الدول العالمية فنانين وفنانات يسبوا الله في أرض الحرمين. تحدث عن هذا، إنجازات عظيمة. تحدث عن أكبر سينما في الشرق الأوسط وفي العالم كله بمكة المكرمة. تحدث عن الإنجازات التي حصلت في أرض الحرمين من انفتاح ومن اختلاط ومن أشياء حلوة، أشياء جميلة يعجز الواحد عن ذكرها. بدل ما تذكر الفلسطينيين وعن القضية الفلسطينية وعن فلان وعن هذا ما ينفعوش. ما فيش معهم أبو ريال أبو عقال، ما فيش معهم، ولا الدولار الأزرق أخضر، ما ينفعوش هذا. كما الحاجات دي تجيب لك مصلحة. إنجازات الأمراء والملوك حاجات حلوة، حصل مقابله أكل عيش. بدل ما تذكر لنا هذا الذي يحارب إخوانكم في الديانة السابقة، بدل ما تحارب، بدل ما تدعم إخوانك تدعم عيال عم محمد بن زايد، النجمة الحمراء، نجمة داود. أتمنى من الجميع قبل أن يتكلم على الشعب الفلسطيني أن يقيس كلامه مع كلام خير هنا في رؤوسنا. أما أي شخص يسير القضية الفلسطينية فليس له إلا هنا تحت أقدامنا. ولا نامت أعين الجبناء الذين يصمتون عن دعم إخواننا في أرض العزة والكرامة. أي شخص خاين وعميل للقضية الفلسطينية ليس له مكان هنا تحت أقدامنا. من زعل زعل ومن رضي رضي. إحنا حاولنا نسكت ونتجنب الحديث بالسياسة ونتجنب الحديث عن الأشياء التافهة، لكن لم ترضوا ولم تدعوا لنا مجال. تافهين كأنكم متحملونهم فوق ظهوركم. السلام عليكم.